بسم الله الرحمن الرحيم. وتحليل مباراة الأهلي وسان جورج واللي انتهت بفوز الأهلي ب3-0. وأهم حاجة بالنسبة لي في المباراة هي إمام عاشور. اتكلمنا في اللايف وقلنا كذا وكذا وكذا، لكن كنا محتاجين نعمل زوم كده وندخل جوه التفاصيل قوي عشان نعرف كولر ازاي بيستخدم إمام عاشور، اللي هو ليه دورين، دور والكرة موجودة في الجبهة الشمال ودور مختلف والكرة موجودة في الجبهة اليمين، والدورين مهمين جدا بيقدمهم إمام عاشور. وعاوز أقول تاني لبعض الزملكاوية ممكن يكونوا بيتفرجوا، أنا كنت بفرد نفس المساحات وبقول نفس الكلام على إمام عاشور لما كان في الزمالك، فأنا ما اتغيرتش، أنت اللي اتغيرت شوية. فعشان كده اعمل لايك الفيديو، اشترك وأنا برضو متقبل على فكرة، اعمل لايك الفيديو، اشترك في القناة، وكمان فعل علامة الجرس. وقبل أي حاجة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دور أول حاجة واول دور والكره موجوده في الجبهه الشمال، هو ده الفكر بتاع كولر اللي خد بالك موجود الموسم اللي فات. تقول قالت بيه الجديد، قال الجديد ان اختلف امام عاشور فبدات الدنيا تبان اكتر، وهتلاقي فرق الجبهه الشمال على الجبهه اليمين. كولر عاوز يعمل ايه؟ مثلثات، عاوز يعمل مثلث يمين ومثلث شمال. مثلث شمال هنا او زي اليمين، يعني الباك اللي هو معلول مع حسين الشحات مع امام عاشور وسط الملعب، ده مثلث. والناحيه الثانيه بتلاقي في مباراه سان جورج يعني بيرسي تاو وديانج ومحمد هاني. كل ما تروح يمين او تروح شمال الجبهه انت رايح منها المثلث ده موجود. والاعتماد هنا بيكون على فكره ان معلول لما يطلع الجناح بتاع سان جورج هيجي قبله ويقف قصاده، وحسين الشحات هنا ياخد الباك معاه، فيبقى وسط الملعب ده امام عاشور يروح هنا، ده عنصر زياده. فاروح اعمل موقف 2-على-1 الشحات وامام عاشور على الباك ده، فاقدر الاقي مساحات فاضيه العب منها. زي فكره مثلا ان الباك ده لو دخل مع حسين الشحات اقدر اطلع امام عاشور العبه، او لما امام عاشور سحب معاه الباك هنا يبقى اذا حسين الشحات عنده مساحه بين الباك والمدافع، فجريه فمعلول يلعبه. بتستنى اي لقطه انك تعمل زياده فتلاقي مساحات موجوده. ده زي ما قلت لك مش جديد، ده اللي كولر الموسم اللي فات عاوز يعمله، بس بوجود حمدي فتحي وديانج القصه كانت مختلفه. لاول مره تبدا قصه المثلثات دي تبقوا دي كمان باك، ده لسه امام عاشور كمان ما جابش 100%، تبدا تبقى فعاله وتبان قوي قدامنا بوجود امام عاشور اللي كان مميز جدا في النقطه دي، واللي قادر ان هو يعمل اختراقات المنطقه دي وقادر يعمل جبهه كويسه. ويعني انت شايف ان في حاجه بقت موجوده مختلفه. حمدي فتحي ما عندوش نفس القدرات، اغلب كان بيدخل لجوه، وهتشوف الفرق الكبير بين الجبهه الشمال والجبهه اليمين في نفس اللقطات. وناخد حلقه او حلقتين كده واقول لك رساله للخصوم بقى بتقابل الاهلي، هنا انت محتاج ايه عشان تقابل النقطه دي، عشان محتاجه حاجه فنيه عشان تقابلها وتقفل تعطلها الى حد ما. ده اول دور لما الكره تكون في الجبهه الشمال. ادي علي معلول، حسين الشحات، امام عاشور، هتلاقي كلها. واحيانا خد بالك ودي الميزه تلاقي متلخبطه، ممكن تلاقي هنا امام عاشور هنا معلول هنا حسين الشحات، والثلاثه عندهم قدرات عاليه قد فمتغيره حسب التحركات. هتلاقي دايما مثلث موجود واضح جدا. ده مين؟ ده الباك اليمين بس. فانا حسين الشحات هنا الباك ده خده امام عاشور، يبقى حسين الشحات بقى زياده. فانا كل مره بحاول اعمل موقف 2-على-1 عشان افضي مساحه لواحد امام عاشور يا اما حسين الشحات. فلما امام عاشور خد معاه الباك، حسين الشحات هو اللي اتفتحت ليه اللعبه واتلعبت له الكره في منطقه فاضيه، فبقى عنده فرصه ان هو ممكن يكمل لقطه. طيب ده فرصه الهدف. هتلاقي بص علي معلول امام عاشور الشحات، خلاص هتلاقي طول الماتش. عشان كده بقول لك المثبت موجوده بس ظهر قوي، بدل خلينا نتكلم عنها بشكل تفصيلي عشان بقت تكون فعاله. برضو نفس القصه، ادي حسين الشحات وادي امام عاشور وادي اللي ورا ده الباك. فاول ما الكره تتلعب هيبقى امام عاشور وحسين الشحات في موقف 2-على-1 بس، خلاص عملت زياده عاديه. فلما دخل الباك على حسين الشحات خلاص امام عاشور بقى فاضي، لعبها ليه الكوره، اتحرك الشحات ورا الباك بقى الشحات فاضي. فكل تمريره في حد فيهم بيكون فاضي، اتلعبت من امام عاشور لحسين الشحات ثم دخل وسجل هدف. طب بسرعه كده ازاي تقفل القصه؟ هناخد اول لقطه ممكن تكون واضحه اكتر. ازاي تقفل هذه القصه انت كخصم؟ انك تنزل خامس من الاجنحه اللي قدام ينزل يدافع، ملهاش حل غير كده. فانا عندي مثلا هنا الثلاث دول، بدل من الباك ده يطلع كده فبيروح له امام عاشور والشحات في موقف 2-على-1، لا جيب الجناح من ورا. انا الكره عندي جايه عندي الهجمه من الناحيه دي، يبقى الجناح العكس ينزل خامس ورا فرحل كده، فبدل ما يبقى واحد ويجي معاه 2 كمان يقدر يقفل، يبقى 2 بيقابل امام عاشور وحسين الشحات، وفي كمان الجناح اللي راجع دافع مع علي معلول، فابدا اظبط العدد بتاعي قصاد العدد بتاع الاهلي. ملهاش حل غير كانك بتقابل فرقه ذكيه. هنا تقدر بقى تقفل فكره امام وحسين الشحات، لكن تسيب مفيش جناح وبتلعب ورا ب4 بتقابل غصب عنك هتلاقي الباك اتسحب هنا، خلاص بقى 2-على-1 صعبه جدا. ده الحل الوحيد اللي عشان تقفل هذه القصه. واي فريق بيلعب الاهلي لو ما كانش بيلعب ب5 لازم
ناحيه الكره بتبقى في عند امام عاشور بالذات يعني، وحسين الشحات يرجع الجناح وترحل واحد، هتعمل زياده عاديه عشان ما يبقاش الموقف زي ما شايف كده دايما 2 على 1 اللي هو الباك. طب دي لقطه الهدف، هتلاقي في كمان لقطه شبه الهدف دي كمان، معلول امام عاشور حسين الشحات والباك بس 2 على 1، تحس انها كربونيه. برضه ينزل يستلم حسين الشحات، الباك طلع معاه فضل امام عاشور اتلعبت له، كانت نفس اللقطه، كان ممكن لو كملها نفس اللقطه. هنا برضه بقى زي لقطه الهدف كده، حمدي فتحي هو هنا مش كتير ممكن يحط اللقطه مثلا زي ما حطها لحسين الشحات، او كتير هتلاقي اصلا دوره بيدخل لجوه. فده النقطه اللي يعني عامله فرق امام عاشور، وده خد بالك بقول لك لسه مش في كامل مستواه، فوقت اكتر هيبدا في ابعاد تانية في طريقه الاهلي، ان فعلا امام عاشور خامه مختلفه، مش مختلفه نص الملعب، ده خامه بعيده قوي 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 عن امكانيات وسط الملعب اللي كان موجود في الاهلي، فعشان كده تحس ان دايما في فروق مختلفه كتيره. طيب ده بالنسبه للجبهه، طب هل ده مش بيحصل الناحيه الثانيه؟ شوف الفرق بقى، شوف الفرق والمعاناه بقى في الجبهه الناحيه الثانيه. محمد هاني، بيرسي تاو، ديانج، واضحه جدا نفس القصه برضو. طب هنا ديانج بدا يتحرك وتاو، خلاص القصه. محمد هاني خد قرار ايه؟ انه يحط كره لديانج عشان ياخدها ورا الراجل ده. طبعا ده كلام مش منطقي، لان ديانج اصلا لسه بدري، لسه ما وصلش حتى للراجل، مش مثلا قريب منه هنا فلعب له الكوره فهيقطع وراه، ده عقبال ما تلعب الكوره وديانج يجري على الراجل ده هيكون غطى. الكوره مش منطقيه، فالنتيجه انها راحت في مكان ما حدش فاهمه ولا حتى محمد هاني. هنا فرق كواليتي جابها فيها ديانج ومحمد هاني صعب قوي، فرق السما عن الارض في الكره تروح هنا عن الكره تروح هنا. وبيرستاو مظلوم الصراحه في القصه دي. ادي برضو لقطه كمان، ادي تلاقي ديانج وبيرستاو ومحمد هاني نفس المسله. شوف هنا كولر بيشاور لمحمد هاني بيقول له اقطع، اجري اقطع هناك ما تقربش منهم. ما هو لازم احنا 3 يبقى لازم نتحرك نقطع، فلما ما قطعش محمد هاني وما فهمش اللي حصل اضطر ديانج يرجع ورا. ليه بقى؟ لان احنا الطريقه احنا بنلعب كمثلث ده زي ما شفنا كده، عاوزين نفتح ونتحرك فنعمل زياده عدديه فنفضي مساحات، لكن انا لما 3 كلنا زي ما شفنا نقرب من بعض كده، فكل واحد معاه رقابه واحد هيجيبه ونقرب في نفس المنطقه، فبالتالي احنا بنخلي الدفاع يدافع اسهل وبنضايق المسافات بين المدافعين مش بنبعدها، فبالتالي احنا مش هنستفيد حاجه. فدي برضو نقطه. فمحمد هنا ما استوعبش فكره نفتح، ففي الاخر الهجمه راحت منك. دي برضو محمد هاني، ديانج، تاو نفس المثلث. هنا تاو دخل لجوه خد معاه الباك، كان مفترض خلاص احنا عرفنا ان انا هلعب بديانج، انا بلعب عشان كده. محمد هاني برضو لعبها لتاو اللي في منطقه زحمه اتقطعت منه. هتلاقي كلها حاجات مشتركه بين محمد هاني وبين ديانج الصراحه، يعني تاو هتلاقي اخطاء قليله في النقطه دي. ده برضو تاو، محمد هاني، ديانج. محمد هاني لما جرى هنا وسحب الاثنين معاه، مفترض كان ديانج يقطع هنا بقى، لان خلاص الاثنين رايحين محمد هاني لقطه مقريه، يبقى لازم العب الغير مقريه اللي هي تفاجئ الخصم ان قطع ديانج فيستلم هو، لكن ما قطعش فضل في مكانه، فاتلعبت لمحمد هاني اتقفل عليه انه اصلا لعيبه قاريه القصه. فتخيل بقى لو في نقطه اقولها، لو رقم 8 كمان موجود زي امام عاشور كده الناحيه الثانيه مكان ديانج، او باك مكان محمد هاني، يعني حاجه بس من الاثنين، بس الاثنين ديانج ومحمد هاني مصعبين قوي انك تنفذ فكر كولر. شفنا مع امام عاشور الدنيا متغيره بشكل كبير جدا. طب الدور الثاني بقى امام عاشور ده والكره في الناحيه الشمال، طب الكره بقى في الناحيه اليمين، دور مهم جدا لامام عاشور. وده الفرق عن ماتش اتحاد العاصمه وماتش المصري، ان كل ما الكره بتروح في الناحيه اليمين دي امام عاشور بينزل في منطقه العمق هنا يبدا يطلب الكوره. فهتلاقي دايما امام عاشور في كل لقطه ما الكره تيجي في الناحيه اليمين هو ينزل هنا هوبا واقف مستني ويطلب، يقف في مكان يسمح لك انك تلعب له الكوره، فبيكون اوبشن ليك ان الكوره في الجبهه اليمين يبقى هو حلقه الوصل توصل هنا عنده فينقلها الناحيه الثانيه، فيبدا يبقى يساعدك هنا بيربط بين الجبهه اليمين والجبهه الشمال انك تغير اللعب، ونبدا في المنطقه دي كل ما يستلم عنده فرصه للتصويب. وده اللي خلانا نشوف في المباراه دي بيصوب ويسدد اكتر من مره. ده برده بعد مختلف ما كانش موجود، ما كانش عندك حد في وسط الملعب في وسط المعجنه والزحمه بينزل يطلب الكوره هنا او يبقى حل ليك هنا، فكنت بتحصل ايه؟ كنت بتنزل اجنحه وحسين الشحات ينزل يستلم هنا، فبقيتش محتاج كل مره انزل حسين الشحات. يعني امام عاشور لما استلم الكوره انا اشوف حسين الشحات موجود قدام، لو كان بقى مكان ده حمدي فتحي كان حمدي فتحي يبقى هو اللي هنا وكان حسين الشحات هو ينزل تحت يستلم الكوره. فانا بالتالي كل ما بعد الجناح عن ال 18 ممكن مقابله فقدت كثافه جوه ال 18 لسه مش ايه محتاجه تظبط شويه، بس هتكون فقدت فكره ان الجناح خرج بره. فدي مثلا بيرستاو الكره في الجبهه اليمين يجي اتقفلت عليه فعاوز منفذ ثاني تنقل بيه اللعب، تلاقي مين؟ امام عاشور.
استلم قام نقل لعب الناحيه الثانيه، فيبقى نقلت لعب مختلف. ادي هنا برضو ديانج الكره هتلاقي كلها في الناحيه اليمين، استلم الكوره عاوز تنقل اللعب، مين يظهر لك هنا؟ امام عاشور دايما ظاهر في المنطقه دي على طول. ودي النقطه اللي قلت في اول ماتشين امام عاشور اقول لك انه كويس لما يبدا ينزل يطلب الكوره على طول، عاوز الكوره، وده اللي يعمل فرق كبير جدا في اداء الاهلي. ما كانش عنده ولا وسط الملعب بيطلب الكوره، ما عندهمش قدرات عاليه بالكوره. فسليم امام عاشور يحط بينها علي معلول، شوف من الجبهه اليمين مقفوله قدرت تنقل في عمق الملعب تعمل منها فرصه. في كمان واحده برضو ادي بيرسي تاو من الناحيه اليمين، مين حل نزل طلب الكوره؟ امام عاشور اوبشن متاح لكل اللعيبه، سهل لي تمرير الكوره ونقلها للناحيه الثانيه او ان يستلمها ويروح فيحط بينيه الكهرباء فتعمل فرصه كمان. فدي حاجات مختلفه. ادي برضو ديانج استلم الكره اتقفلت عليه، لا مين الحل؟ امام عاشور دايما هنا في المنطقه دي، فيسمح له انه يحط بينيه او انه يعمل تسديده، وده الدور اللي كان واضح جدا. فالكره في الناحيه الشمال بيأدي الجزء زي ما احنا شرحناه كده الاولاني، بيعمل بالشكل ده. الكره في الناحيه اليمين ليه دور تاني، ننزل هنا ويطلب الكره، وده اللي خلى امام عاشور سواء الكره في اليمين او الشمال فعال وليه ادوار متنوعه. ده اللاعب السوبر التقيل قوي يكون له ادوار متنوعه بصرف النظر عن مكان الكوره في الملعب. ده كده خلاصه الكلام. خلصنا في الاخر سؤال قالوا لك تعالى انت بقيت رئيس اللجنه الفنيه للاهلي، عندنا بيرسي تاو وحسين الشحات رضا سليم، عاوزين 2 منهم يلعبوا اساسيين، نختار مين وليه؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.